السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتي وقناتكم قناة أمينة الخالدي. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد المعسلة رمضانية اللي زوينة بزاف وبنينة وسهلة وكتعطي واحد الكمية ما شاء الله اللي كتيرة بزاف. تغنيكم عن التلوية ديال البريوات وهذا هادي سهلة 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 والأهم كيف ما قلت لكم بنينة. على بركة الله كيف ما كتشوفوا معايا هنايا هاد المعسلة هادي ديال الكاوكاو أو الفول السوداني. هنايا خديت كيلو ديال كاوكاو اللي حمرته في الفران. الطريقة ديال التحمير ديالو أنا غنقول لكم دابا، الطريقة اللي غتخرج لكم بلون واحد وما تخافوش ما غيتحرق لكم حتى شي حاجه. كنكونوا مسخنين الفران على درجه حراره 180 درجه. كنديروا الكاكاو ديالنا من بعد ما نقيناه ومسحناه، كنديروه في الفران وكنبقاو ساعه ساعه كنحركوه. العافيه تكون مهيله غير من التحت، ما نشعلولوش العافيه من الفوق حتى كياخذ لون واحد. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا اللون ديالو بحال داخل بحال برا، كيكون اللون ديالو ذهبي زوين بزاف. غناخذ داك كيلو ديال الكاوكاو وغنقسمو في النص. بالنسبة اللي جاتو كيلو ديال الكاوكاو بزاف يمكن له يستعمل نص كيلو، كيبقى على حسب الإمكانيات. أنا نعطيكم مقادير ديال الكيلو وانتم ديك الساعة تقسموها كي بغيتو. كيف ما كتشوفوا معايا هنا كنفسخو بالطريقة العادية، راه كي كنقيسو كتزول منه القشرة. غنستمر معاه بهاد الطريقة هادي حتى غنقشرو كامل وغادي نحيد منه القشرة. دابا غنتقل للمرحلة الثانية اللي هي باش غادي نطحنوه. بالنسبة لكل نص كيلو ديال كاوكاو يعني 500 غرام ديال الكاوكاو كنديروا ليها 125 غرام ديال السكر سنيده. كل نص كيلو كيف ما قلت كنديروا 125 غرام. اذا كيلو ديال الكاوكاو غادي ندير ليه 225 غرام. يمكن لكم تنقصوا يمكن لكم تزيدوا على حسب الذوق. انا تقريبا 250 غرام، ولكن نقصها واحد شويه حيت كيف ما كتعرفوا غادي نديروا مزال العسل. بالنسبه للطريقه ديال الطحين كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، جزء ولا نص كيلو طحنته بطريقه غير هرمشتو، ونص كيلو الاخر درتو تقريبا بخاليني باش غادي يساعدني في التعليكه وما نزيدش سوائل بزاف. درت ليه تقريبا معلقه ونص كبارين ديال الزبده حتى لجوج معالق. درت معلقه صغيره عامره ديال القرفه، وكنبقاو نضيفوا الماء الزهر على حساب كنضيفوا وكنعجنوا لان غيحتاج العريك مزيان. كيف ما كتشوفوا تبارك الله الكميه كبيره. حاولت انني نعجنوا في هذا البول هذا ولكن ما قدنيش. غادي نكبوا على سطح العمل وخصنا ندلكو مزيان باش نساعدوا داك الكاوكاو يطلق الزيوت ديالو المواد يعني الزيوت ديالو نيت الدهنيات ديالو باش غادي يرطب وغادي يتألك. غنستمر بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا غنعجنو مزيان ونحاول باش ندمج كاوكاو اللي غير مهرمش مع البخاليني ديال الكاوكاو كيف ما قلت باش يندمجوا ويجيونا مألكين ويطلقوا حتى الزيوت ديالهم. شحال ما سخن شحال ما كيكون كيسهل باش انه يطلق الزيوت ديالو. بالنسبه للكاوكاو البخاليني من الاحسن نطحنوه وهو هو يعني باقي دافي باقي سخون باش كيف ما قلت لكم الزيوت ديالو يخرجوا. النتيجه النهائيه هي هذه. من بعد ما دلكناه مزيان كيوصل لهاد النتيجه هو انه كيجي مكور. انا ما كنفضلوش يجي جاري بزاف لان ما عرفت كنتفاداو القضيه ديال انه ملي يزيد يسخن يسيح لينا من الورقه او تطرق لنا الورقه ويخرج منها. هاد القوام هو اللي كيعجبني. انا بالنسبه لي استعملت ورق الفيلو كيعطي واحد التقرميشه رائعه. حتى الورقه ديال البسطيله زوينه ولكن هذا النتيجه ديالو بوحديتها ونيت ما كتكونش فيه بحال الورقه ديال البسطيله. كيكون بعض المرات كنبغيو ندوروها او هذا كيكون فيها داك الجناب خصنا نقطعوهم يعني كنضيعوا فيها بزاف. بالنسبه لورق الفيلو ما عندناش فين نضيعوا فيه. صافي انا هذا الشكل هو اللي كنستعمل. كناخذوا ورق الفيلو ملي كنفتحوا الباكيه كنحطوها على جنب كنغطيوها بلاستيكه وبطرف ديال الثوب لان ساهله انها تنشف. هي شويش كتادب في الخدمه ديالها لانك تقطع ولكن ما يضرش الا تقطعت. ماشي معناتها اننا غادي نلوحوها كيف ما قلت لكم ماشي غنصوبوا بريوات اللي ضروري انهم يجيو بيرفكت ولا يجيو يعني ما يطرقوا ولا شي حاجه. هادوك كنروليوهم كيف ما غتشوفوا معايا يعني راه ما غنلوحوا منها حتى شي حاجه ونقدروا نديبانيوها غير نلصقوها بشويش ديال الماء اولا الزبده اولا شي حاجه وكنكملوا التلويه ديالها عاديه. كيف ما كتشوفوا هنايا حاولت انني نفرق الوريقات غنحطهم على جنب. الكاوكاو ديالي درت منه حرابل وستفتهم على جنب حتى هما يعني وجدتهم وحطيتهم باش تجيني خدمه ساهله وما تاخذش مني وقت بزاف. هانتوما كتشوفوا معايا هنايا غادي بالنسبه للورقه بلاصه ما نستعملوا الزبده. كاين ناس اللي ما كيفضلوش الزبده. انا استعملت هنا غير الزيت في المرحله الاولى. الزبده غنستعملها حتى الاخر حتى الاخير باش غتعطيني داك اللون الذهبي. ولكن هنايا في الاول باش غادي نلويهم درت غير زويته كنرش غير شويه ديال الزيت في كل ورقه ديال الفيلو وغادي نحط فيها داك الحربول ديال الكاوكاو
أولا عجينة ديال الكاوكاو أولا عقدة ديال الكاوكاو، وغادي نلويوها عادي. صافي غنستمر بنفس الطريقة حتى غادي نسالي هاد الحراب اللي عندي كاملين. ملي نقرّب نساليوهم لأ قبل من هادي، ملي نلوي كل حربول غادي نلويه وغنصوبو ونحطوه في الطبسيل اللي غيكون ديجا مدهون بالزبدة. ملي نحطهم فيه نبقى نغطيهم، نغطيهم بشي بلاستيك غذائي ولا شي حاجة باش ما يطرطقوليش كيف ما قلت لكم، لأن هاد العجينة هادي حساسة بزاف. في هاد الوقت ملي غنكون قرّبت أولا وصلت للنص ديال الطاوة اللي غادي ندخل الفران، غادي نسخّن الفران مزيان. إلا كان فران اللي هو عادي غنشعل الأفية من الفوق ومن التحت حتى يسخن مزيان، وملي نبغي ندخل الطبسيل غنقص ليه الأفية حتى لديك 180 150 درجة. الأفية غتكون غير من التحت. ملي ندخلو الطاوة غنطفيو الأفية الفوقانية وغنخليو الأفية التحتانية بوحديتها. كان فران ديال الضو راه كنخدمو كيف ما قلت غير الأفية التحتانية في الأول حتى كيسخن الفران مزيان، وكنخدمو معاه الرياحة حتى كيسخن الفران مزيان. ملي كنبغيو ندخلو الطاوة كنخليو غير الأفية التحتانية وكنهبطوها حتى ل180 درجة، أولا تكون أفية غير مهيلة باش يطيب على المهل، وكنخليوهم كيطيبوا حتى كيبداو يتحمروا لينا من التحت ولا كيبان لنا اللون التحتاني ديالهم بدا كيتذهب. داك الساعات عاد نشعلوا عليهم العافيه الفوقانيه وكنطفيو التحتانيه حتى كيطيبوا وكياخذوا اللون ديالهم. انا غنخليكم مع التتمه ديال الفيديو ونتلاقاو في النتيجه النهائيه ان شاء الله. كيف ما قلت لكم هنايا من بعد ما سفتهم كاملين وعمرت لاطا ديالي كيف ما قلنا الفران ديجا سخون، غادي نقطعوهم قبل ما ندخلهم للفران. غنقصقصوهم كاملين كيف ما كتشوفوا معايا هنايا على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما، بغيتوهم كبار او صغار. غير بالنسبه لي صغار يفضل انكم ديروهم رقاقين، ما ديروهمش غلاظين بزاف ولا ما تامروهمش بزاف، حيت ملي كيكونوا امرين بزاف كتطرطق لنا الورقه وكيجي الشكل ديالهم ما زوينش بزاف. غنستمر بنفس الطريقه حتى قطعتهم كاملين. من بعد كناخذ الزلافه اللي درت فيها الزبده اللي ذوبت، وكنحاول انني ندهنهم كاملين بالزبده يعني بسخاء، لان هي اللي كتساعد باش تعطينا داك اللوين المذهب. غندهنهم كاملين مزيان بالزبده. كغاد الفران راه سخون، غندخلهم الفران اللي فيه كيف ما قلت حراره 180 درجه، ما بين 150 180 درجه وديجا سخون مزيان. غنحطهم في التحت اولا غنشعلهم الافيه غير التحتانيه. غنبقى رده معاهم البال مره مره نطلوا عليهم ملي يشوفوا اللون ديالهم التحتاني تذهب ولا بدا كيتذهب. غنطفيو الافيه التحتانيه وغنشعلوا الافيه الفوقانيه بوحديتها حتى يتحمروا ويتبدل اللون ديالهم، ومن بعد غادي نخرجوهم وغنكونوا وجدنا العسل اللي يفضل انه يكون جاري. الا كان عندنا عسل ثقيل غناخذوه نسخنوه ونضيفوا ليه شويش ديال الماء زهر باش غادي نخففوه به. صافي مباشره ملي كنخرجوهم من الفران وهما باقيين سخانين. انا بالنسبه لي العسل هنا كانت واجده، العسل اصلا عندي جاريه. غادي نكبها عليهم وهما باقيين سخانين باش يتشربوا مزيان. كنحاول انني نسقيهم بالعسل مزيان
كيف ما قلت باش يتشربوا ما حدهم سخان، كنخليهم في هاد الطاوة اللي كنكب فيها العسل، كنخليهم فيها ما بين 5 حتى ل10 ديال الدقايق بما كيبردوا وكيشربوا داك العسل صافي، وكنكونوا ديك الساعات واجدين اننا نقدموهم. الشكل ديالهم كيف ما قلت لكم كيكون زوين، كيكونوا مقرمشين، ودابا تسمعوا معايا التقرمشه ديالهم. واخا نحتفظوا بهم مده طويله كيبقاو محافظين على القرمشه، لان الورقه ديالهم ماشي تحمرات غير من برا، راه كنلقاوها محمره حتى من الداخل، الطبقات ديالها كاملين كيكونوا محمرين. يعني ما تقولوش ان يمكن لا دورنا الورقه بزاف ما غاديش تحمر ولا غتبقى معجنه من الداخل، ابدا. راه كيف ما قلت لكم داك اللون المحمر او داك اللون الذهبي راه كتكون الورقه كلها بنفس اللون، سواء الداخل سواء برا. صافي من بعد ما سقيناهم كيف ما قلت لكم كنقدموهم بالصحة والراحة. الشكل ديالهم زوين. كنتمنى ما كنتش طولت عليكم هذا الفيديو، كنكون فتكم بشي حاجة ولو بالقليل. وكنتمنى انكم تجربوهم، لان كيف ما قلت لكم المذاق ديالهم زوين بزاف وبنين. والاهم انهم ساهلين. رمضان مبارك، الله يدخلوا عليكم بالصحيحة والسلامة وبالتيسير وبكل ما كتمناو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نسالي غنقول لكم عندكم تنساو ما تابوناوش وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او كومونتير باش تحفزوني باش دائما نجيب لكم الجديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.